السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا بوسلام برو. نخليكم على الفيديو ونرجع من بعد إن شاء الله. لكن الحدث كان تصريح أو الخطاب الذي أدلى به الرئيس الفرنسي داخل البرلمان المغربي. إذن الرئيس الفرنسي بعدما كان قد أعلم الرئيس الجزائري في باري في إيطاليا، وبعدها تم إعلامهم رسميا بأن موقف فرنسا حيال الصحراء الغربية هو تبني وجهة النظر المغربية الخاصة بالاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب. هذه كان أبلغت بها الجزائر، لكن تم ترسيمها اليوم أو أمس عفوا في حديث ماكرون إلى البرلمان المغربي، وتحدث بكل وضوح بكل صراحة بأنه ما فيش نقطة خلاف بين فرنسا والمغرب إلا كرة القدم. وكان يعني كما يقولوا المصريين يهزر، بل احنا ما نتفاهموش فقط مع المغرب في كرة القدم، وبأنه عاد إلى واحد من المباريات ثم قال في هذا الخطاب بأنه مستعد، فرنسا مستعدة لإنجاح كأس العالم في المغرب 2030. هذا في الجانب اللي حب يبرز الرئيس ماكرون بأنه ما فيش خلاف بينهم وبين المغرب بخصوص أي شيء إلا كرة القدم. طبعا اللي يشوف الأحداث أو اللي يتبع الأحداث يعرف بأن العلاقات المغربية الفرنسية كانت مرت بفتور تقريبا ل3 سنوات لعدة أسباب، أهمها الحادثة الشهيرة المتعلقة بالتجسس على الرئيس الفرنسي وبرنامج بيغاسوس الذي اتهمت فيه السلطات الفرنسية مباشرة المغرب، وحدث جمود لفترة، بالإضافة إلى أن المغرب كان قد طالب فرنسا بموقف واضح مساند لها في قضية الصحراء الغربية. بعد 3 سنوات من الجمود، من تراجع بعض الأمور الاقتصادية، من ضغوط على التأشيرة بخصوص الرعاية المغاربة إلى راغبين في الذهاب إلى فرنسا، في النهاية اتفق البلدان على ما هو أكبر. أزالوا الجمود، مشاو إلى الحديث عن اتفاقيات كبيرة واتفاقيات استراتيجية. وأكثر من ذلك، الرئيس ماكرون من المغرب يقول خلاص احنا فرنسا متبنية لأن الحل في الصحراء الغربية يتم عن طريق الحكم الذاتي. وأكثر من هذا، قال الرئيس ماكرون بأنه هو طبعا فرنسا عضو في مجلس الأمن، بأنه سيسعى من خلال موقع فرنسا في مجلس الأمن إلى إقناع الاتحاد الأوروبي ودول العالم بهذا الخيار. بل أكثر من هذا، أشار بين قوسين إلى أن هذا الموقف ليس معاديا لأي جهة، وطبعا هو عارف بأن هذا الموقف أدى إلى علاقات متشنجة بين فرنسا والجزائر. أكثر من هذا، قال الرئيس الفرنسي بأنه، وقالها بعبارة مستفزة، قال أقولها بكل قوة، بأن الشركات الفرنسية ستعمل على إحداث بنى ومشاريع في الصحراء الغربية وفق المفهوم الذي اعتمدته فرنسا. يعني كما يقولوا بالعامية، الرئيس ماكرون خرج لا طاي بخصوص الموقف، متبني للموقف المغربي، متحدي الشرعية الدولية التي تتبناها أو يتبناها الموقف الجزائري. 3، يقول بأني سأسعى إلى يعني إقناع عدد كبير من الدول وسأستثمر في الصحراء الغربية. كلام ننتظر ردة الفعل الجزائرية، لأن الأمر يحتاج إلى أجوبة. كيف غطى الإعلام هذه التصريحات؟ لو فيغارو قالت بأنه ماكرون يقول بأن في مستقبل الصحراء الغربية لن يكون إلا في إطار السيادة المغربية. طبعا شرحت ما قاله الرئيس ماكرون. أيضا معنا تفاصيل أخرى في الإعلام. BBC عربي تقول: ماذا وراء زيارة ماكرون إلى المغرب وما تأثيرها على العلاقات مع الجزائر؟ المقال كان واضح وصريح، يحلل يعني بشكل جيوسياسي. ما فيش يعني زيارة ماكرون إلى المغرب دون الحديث عن علاقات مع فرنسا، العلاقات الفرنسية الجزائرية. طبعا المقال أشار إلى أنه المواقف التي أعلنت عنها فرنسا بشكل رسمي، والتصريحات اللي قالها الرئيس ماكرون، والاتفاقيات والزيارات التي ستكون متبادلة، بشكل واضح وصريح أنها مواقف ستجلب
محطة أو ستوقعنا في محطة جديدة من العلاقات الجزائرية الفرنسية، لأنه مجرد ما تصريح أو أعلمت الجزائر بتغير الموقف الفرنسي الجزائر سحبت السفير. الآن فرنسا يعني كما يقولوا خلاص يعني كل شيء على المكشوف. فالمقال تساءل لماذا غامرت بين قوسين فرنسا، أو لماذا أقدمت فرنسا؟ هل تنتظر ردا من الجزائر؟ الفعل الجزائري لا يمكن أحد أن يقول بأن الجزائر غير معنية. بين قوسين المشكلة باقية بين الجزائر والمغرب بخصوص الصحراء الغربية. الآن فرنسا دخلت على الخط بكل ثقلها وقالها في عبارة أنه بقوة يعني ويتحدث الجميع، لكن لما تجي تشوف الإعلام الجزائري لم يكتب. مش عارف، لأنه سيد السعيد موجود في مصر وبعد مشى العمال وما كانش اللي يقول لكم واش تكتبوا. أيوة فرنسا عادي، جرايد واحد يكتب ضد واحد يكتب معاه، والرأي العام هو الذي سيحكم. لكن السكوت هذا هل هو استراتيجي بالنسبة للجزائر؟ ما نش عارفين. لكن الأكيد هو أن عدم الحديث مشكلة، عدم البحث في مآلات القرار الفرنسي والتصريح الفرنسي مشكلة، والإبقاء على وجهة نظر مغلقة والسلطة لم تكتب إلى الآن، الإعلام لا يكتب لا يبحث لا ينور الرأي العام، فمشكلة يعني. لأنه في النهاية المنطقة الآن أمام محك جيوسياسي حقيقي. هل ستقبل الجزائر بتواجد الشركات الفرنسية في الصحراء الغربية؟ ولا يمكن لأحد أن يقول بأنه لا والجزائر ما لهاش دخل. لا الأمر الجيوسياسي معروف. الصراع اللي موجود الآن، الجزائر متبنية الطرح، المغرب متبنية الطرح، العلاقات الجزائرية الفرنسية الآن في مرحلة متدنية، فرنسا مشات في خيار آخر. ماذا ينتظر من الجزائر؟ وعلاش نقولوا ماذا ينتظر من الجزائر؟ لأنه بناء على تصريحات، احنا اليوم نناقشوا هذه النقطة لأنه فيه رئيس فرنسي جاء صرح. لا يمكن القول بأن تصريحاته هي تصريحات عبثية ولا يمكن القياس عليها، بالعكس هي موقف رسمي. فبنفس القياس سنستذكر تصريحات الرئيس تبون بخصوص العلاقات مع فرنسا، ثم نبقى على السؤال: هل الموقف الجديد المتجدد لفرنسا والصريح بهذا الشكل سيدفع بالرئيس تبون إلى مواقف جديدة؟ مرحبا بكم من جديد خوتي خواتاتي، اتمنى ان الفيديو يكون لإعجابكم. هذه هي خوتي المغرب، هذا هو المملكه المغربيه. الله يعز المغاربه، الله يعز الدبلوماسيه المملكه المغربيه، الله يعز ملكنا العزيز الغالي، الله يعز صاحب الجلاله الملك محمد السادس، نصره الله وايده واطال في عمره ودام عزته. الله يعطيه صحته، الله يخليه لنا تاج فوق راسنا. يا خوتي راه مكبر بينا خوتي، راه تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك. الصحراء اخوتي مغربيه، فرنسا رسميا طوات الملف بوغات الجزائر. يلا الله يعاونك، نهايه اي حاجه صافي سال الفيلم. المملكه المغربيه في صحرائها والصحراء في مغربها. وزاره الخارجيه الفرنسيه بأم عينها وبأم فمها قالت بانها صافي عندي الخريطه الكامله، وعندها على الخريطه من طنجه العزيزه الى القويره الحبيبه، في المراسلات ديالهم، في القاعات ديالهم، في الادارات ديالهم الفرنسيه، في القنوات ديالهم، في المراسلات ديالهم، يعني في كل شيء. يلا وانطح راسك في الحيط، وانطح راسك من الحيط يا الجزائري. الله الوطن الملك. شكرا للمشاهده، ما تنساوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس. هذه قناتكم قبل ما تكون قناتنا، دعمونا يا المغاربه الحرار، هذه قناتكم. الله الوطن الملك، وديما مغرب، والله يعز المغرب والله يعلي الدرجه.